السلام عليكم يا شباب، امير ادمن جيم ايجيبت من ABC لايف ستايل. الناس اللي متابعاني، ده المكان الجديد اللي انا قاعد فيه. انا استقلت من شغلي وسبت كل الرفاهيه ومبرش صراحه صعب في استوديو صغير. انا بقول كل اللي محتاجه، محتاج كاميرا، محتاج انترنت كونكشن، ومحتاج لابتوب عشان احقق احلامي. والناس اللي مش تابعاني، نصيحتي ليك انت لو بتحب تعمل حاجه اتعلمها كويس وساعد الناس بيها، وان شاء الله تحقق احلامك. ما تشتغلش طول حياتك عشان سالري وفي الاخر يبقى عندك 70-80 سنه ما تحققش احلامك، وتبص لحياتك تقول انا كنت ممكن اعمل ده وكنت ممكن اعمل ده بس ما عملتش ده. لا، حقق احلامك. ومش مهم مش لازم تعيش في حياه مرفهه ولا اي حاجه. وابدا دلوقتي بالامكانيات المتاحه ليك. انا النهارده عشان معظم الناس بتسال ازاي اتخلص من الكرش، ازاي يكون عندي فلات ستومك، ازاي يكون عندي 6 باك ابس. ومعظم الكلاينتس بتوعي سواء مصريين او بجنسيات مختلفه كلهم نفسهم يكون عندهم عضلات بطن او فلات ستومك. طب ازاي احقق ده؟ ازاي اتخلص من الكرش؟ اول حاجه لازم يكون النيوتريشن بتاعك صح. تاني حاجه لازم يكون عندك تمرين صح. في ناس كتير بتسال انا بتمرن بقالي كتير ما بشوفش اي تغيير، انا بتمرن بقالي 7-8 شهور جسمي زي ما هو. في حاجه غلط لا اما في النيوتريشن بتاعك او في حاجه غلط في التمرين. مش هقول حاجه غلط في التمرين، انت لازم تغير التمرين بتاعك. انت you are not pushing your body enough to change. جسمك ما بيتغيرش لان انت you are not pushing it enough. الكونسبت هنا ان انت التمرين بتاعك لازم يكون intense في short time of period. يعني التمرين بتاعك يكون الانتنسيتي بتاعته عاليه جدا والشورت تايم اوف بيريود يكون قليل. يعني انت لو فضلت تتمرن 3 ساعات و keep tapping on your body with pencil nothing will change. ده الكونسيبت بتاع التمرين. التمرين بتاعك لازم يتغير. النيوتريشن بتاعك لازم يكون مكون من 3 حاجات. اول حاجه يكون عندك بروتين، يكون عندك فات، يكون عندك فايبر. اي وجبه انت تاكلها لازم يكون فيها 3 حاجات: بروتين، فات، فايبر. ازاي تجيب البروتين؟ البروتين ممكن من لحمه مشويه او دجاج مشوي، ابعد عن الزيت. الفايبر بتاعك لازم تاكل سلطه كتير. وفي نوعين من الفايبر، في عندك ستارشي وفي عندك نون ستارشي. الستارشي اللي هي زي السويت بوتيتو والبطاطا. الستارشي حاول تقلله، كل سلطه كتير زي خيار، خس. قلل من الستارشي، الحاجات اللي هي بتعلي الانسولين ليفل، حاجه بتعلي السكر عندك زي البطاطا، سويت بوتيتو، زي الخبز. اخر حاجه لازم يكون عندك فات في النظام الغذائي بتاعك. والفات بتجيبه عن طريق الزيوت. عندك زيت زيتون، زيت جوز الهند، عندك المكسرات. التمرين بتاعك في نوعين من التمرين، في نوع اسمه سترينث، في نوع اسمه كارديو. السترينث اللي هو انت بتلعب بحديد. السترينث the more muscle you have the more calories you will burn. يعني لو عندك عضلات كتير بتحرق دهون اكتر. فالسترينث تريننج مهم جدا، بس لازم السترينث تريننج لازم يكون مع الكارديو. يعني ايه الكارديو؟ هو اي تمرين بيخلي نبضات قلبك سريعه زي السبرنت. فلازم تعمل الاثنين، لازم تعمل سترينث تريننج، لازم يكون عندك عضلات عشان تحرق كالوريز اعلى، ولازم يكون عندك كارديو عشان تحرق الدهون. افضل وسيله ان انت تعمل الاثنين مع بعض. دي حاجه بنسميها كارديو ليفتنج، يعني بتشيل اوزان تقيله وفي نفس الوقت بتخلي الهارت ريت بتاعك عالي. وده اللي جيسون ستادم قاله. جيسون ستادم بيقول your body is a piece of dynamite. if you keep tapping it with pencil nothing will happen. يعني اتمرن 40 دقيقة high intensity احسن من 3 ساعات. النهارده عملت لكم تمرينه، والتمرينه دي عشان هي تمرين الكارديو وفي نفس الوقت هي تمرين عشان تبان عضلات بطنك. التمرينه دي صعبه شويه بس يا ريت تعجبكم. معلش الفيديو طول عليكم شويه فعشان كده رفعت الفيديو على اليوتيوب. خش اعمل لي سبسكرايب على اليوتيوب، قول لي ايه رايك في التمرين، قول لي ايه رايك في my way of training. my way of training is different شويه على الحاجات اللي انت بتعرفها وتشوفها. قول لي انت عايز تشوف ايه المره الجايه، وهكتب الاسم الفيديو هنا على الشاشه يطلع، وهتشوف التمرينه كلها على اليوتيوب. الاسم هنا هيطلع. اشوفكم المره الجايه، وادعوا لي ربنا يوفقنا، واشوفكم المره الجايه.